واكتر حاجه اللي انا عايزه اشرحها، شخصيتك هي اللي تخليك تعمل، هي اللي تخليك تنجح. النهارده مستر خالد قال لي ايه؟ ابتسم. حبك للناس والناس تحبك، دي سبب اللي هيكون سبب في ان انت تحقق حلمك. انا اسمي احمد، عندي 13 سنه. ممكن تقول لنا انت ليه كنت عايز تيجي الكورس هنا؟ صراحه يعني انا كان نفسي اخد تجربه جديده، يعني اجرب حاجه جديده في حياتي، مش كل حاجه كل يوم اعملها واجربها. يعني كان لازم اغير. اي حد في الدنيا مش هيفضل يعمل نفس الحاجه، اكيد هيزهق. فعايز اتعرف على ناس جديده، يشوف حاجات جديده، يروح حتت جديده. ده يعني كان الهدف، وكان هدف ان انا اعرف ازاي اعمل دريم بتاعي، اعمل مستقبل. فخور بنفسي جدا. ايه اكتر حاجه اتعلمتها من الكورس يا احمد؟ اتعلمت ازاي يعني مش الواحد يبقى سنجل وخلاص، لازم يبقى عنده تيم، يبقى يعني عارف ناس، لازم يبقى يشوف الدنيا تاني. وكمان حاسين ان انا بقيت واثق من نفسي، ما بقيتش اخاف. اتعلمت ايه عن البروجكت مانجمنت؟ البروجكت مانجمنت دي حاجه تعرف تدير. هو البروجكت مانجمنت هو اساسا الكورس. يعني البروجكت مانجمنت لازم يبقى عنده ثقه بنفسه، تحمل المسؤوليه، يعني لازم يبقى في كل صفات كويسه عشان يبقى يعرف بروجكت مانجر. وصراحه يعني انا الكورس حبيته ليه؟ انا ما حسيتش نفسي قاعد في مدرسه. انا قلت هيبقى مدرسه وصعب ويبقى في حاجات معينه، اما هو صراحه يعني جميل جدا. حاسس ان انا في البيت، واكل في مكان، في حاجات معينه. وكمان ما بيحسناش ان احنا في المدرسه بريك، بنلعب، بنتبسط، بيهزروا معانا. ما حسيتش ان انت واحد كده، يعني لازم تسمع الكلام وخلاص. حسيتك ان انت قاعد في بيتك بجد. فانا انصح اي حد لو عايز يعمل حاجه كويسه يجي هنا بجد. طيب ايه كنت حاسس بايه وانت شغال على البروجكت بتاعك يا احمد؟ هو انا يعني حسيت ان انا مبسوط جدا. انا اصلا من عادتي الشخصيه مش بحب السكول قوي، يعني انزلها، بحب افضل قاعد في البيت صراحه. اللي انا اصحى دي وابقى عايز ان انا اروح حته معينه، دي حاجه تفرق معايا جدا. اصلا انا مش بحب اروح المدرسه كتير صراحه. انا بحب المدرسه لكن مش قوي. اما ان انا اروح يعني كورس وابقى عايزه اروح واصحى بدري عشانه وابقى تمام كده، دي حاجه روعه. ممكن تقول لنا لو انت عايز تشرح لحد من صحابك حاجه عن اداره المشروعات، هتبقى ايه الحاجه اللي انت هتشرحها له دي؟ واكتر حاجه اللي انا عايزه اشرحها، شخصيتك هي اللي تخليك تعمل، هي اللي تخليك تنجح. النهارده مستر خالد قال لي ايه؟ ابتسم. حبك للناس والناس تحبك، دي سبب اللي هيكون سبب في ان انت تحقق حلمك. الناس يحبوك. هو الانسان، انا مش هنصح حد بالسكوب او بالتايم او بالستيك هولدرز او اي حاجه او ريسورس. انا انصح اي حد اللي هو يشوف ايه حاجه كويسه فيه اللي تقدر تخليه يحقق حلمه ويعملها. انا زي ما مستر خالد قال لي انت ضحكتك هي اللي هتخليك توصل لاسم حلمك. ودي حاجه يعني كويسه جدا. بشكر جدا، ميرسي جدا لمس بتول طبعا، واي حد تعب معايا النهارده، ومستر خالد ومس ايمان ومس نانسي. طبعا لازم اشكره. مستر احمد طبعا ليه فضل كبير عليا جدا ان انا احب الكورس. ميرسي جدا. ومستر امير طبعا. ميرسي كل الناس. انا حسيت ان انا قاعد مع اخواتي، مش قاعد مع ناس غريبه ومش هعرفهم، هيبقى في تعاون بسيط ما بيننا. انا حسيت ان انا قاعد مع اخواتي بجد، مهما كبير او صغير. دي حاجه عجبتني. ميرسي. شكرا يا احمد. شكرا.